السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله معايا فيديو جديد وروتين جديد من قناة بركة بيتي. ما تنسيش بقى لو انت اول مرة تشوفوا القناة تشترك عندي في القناة، ان شاء الله يسعدني ويشرفني اشتراكك. ولو انت بقى مشتركة عندي متنسيش تعملي لايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تمام، اول حاجة كده بدأت اليوم بتاعي بالريسبشن. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا القعدة بتاعتنا كلها هنا، فلازم ان هو يتنضف كده يوميا. تمام، نزلت كده المخدات ونزلت الحاجة اللي على الركنة. هنفضها بقى لو في مطرح مكان اكل، في مثلا مكان شيبسي، مكان حاجة، فهنفضها بقى وهرجع ارص المخدات تاني. تمام كده. طبعا ده بقى اللي هو الروتين اليومي، يعني حاجة كده عندي اساسية يوميا كده، هي والسراير والكلام ده. تمام، ممكن بقى اضيف عليه اي حاجة تانية، بس اهم حاجة يعني الروتين اليومي ده ان انا اعمله. مسكت كده زي ما انتم شايفين الركنة بعد ما نفضتها. تمام، هرجع بقى ان انا ارص عليها المخدات. طبعا في اليوم ده بقى كان عندي غسيل مواعين، غسلتها طبعا الصبح كده قبل ما ابدا الفيديو، عشان خاطر يعني عملت معاكم كذا مره، فاللي هو مش عايزه بقى ان انا يعني عايزه اجدد في الفيديوهات وكده. تمام، فغسلت بقى انا المواعين كده مع نفسي. كان عندي حبه مواعين قليلين خالص، يعني مش كتار. انتوا هتشوفوهم في المصفى كده لما ندخل المطبخ نجهز الغدا. تمام، جبت بقى الترابيزه اللي هنا بعد ما مسكتها نفضتها كويس ولمحتها من التراب اللي عليها، وديتها عند الباب كده بتاع الشقه، وجبت المكنسه كده وبقيت اشفط الحروف بتاعه الركنه. تمام، عشان لو في بقى حاجه دخلت تحت الركنه مش عارفه ايه، المكنسه تشفطها معايا. تمام، تمام كده. بعد ما شففت بقى الحروف كلها بتاعه الركنه، وشفطت كمان تحت الجزامة والحروف بتاعت النيش والكلام ده كله، رحت ماسكة السجادة بقى، قلت اشفطها بالمرة بالمكنسة. تمام، عشان بقى لو فيها شعر، لو فيها مثلا فتل، لو فيها الحاجات دي تخرج معايا بسهولة. تمام، هنا كده عضية كان ماسك لي الخرطوم بتاع المكنسة، عشان الخرطوم ده بيتخلع عايز يتغير. تمام، تمام هنا كده مسكته وشفطته. شفطت كده السجادة كلها زي ما انتم شايفين. بعض احيان بعمل الروتين ده بالليل قبل ما بنام، عشان خاطر ان انا اصحى من النوم الاقي كل حاجه متظبطه. بس بصراحه الايام دي ما بقتش، يعني ما بقتش كل حاجه زي الاول. تمام، يعني في تغيير بقى، وفي حاجات جدت ومش عارفه ايه. لا، وقت ما بحس نفسي ان انا كده خلاص فاضيه، واي وقت بقى، الصبح، بالليل، العصر، عشان طبعا انتوا عارفين الواحد الوقت بتاعه مبقاش ملكه كده. تمام، فاللي هو بقى في اي وقت. الاول كان ممكن مثلا بالليل او الصبح وكده. نعم يا عضي. تمام، بعد ما خلصت بقى السجادة كلها، رحت مسحفة بقى الترابيزة. جبتها كده هنا عند مكانها، وفرشت عليها المفرش، وحطيت عليها صينية ديكور. ورحت بقى شلت الدواسة اللي هي عند باب الشقة دي، ومسكت السيراميك كده العريان كله كنسته، عشان خاطر انا هكنس كده كده المطبخ وكده، وانا برتاح بصراحة بالمقشة وكده. تمام، تمام المطبخ عندي نظيف، مفيهوش اي حاجه. البوتاجاز مغسول والمواعين مغسوله، مفيش بس غير الارض من بواقي بقى الرده بتاعت العيش وكده. فاللي هو هكنسها بس كده على طول على زي ما انتم شايفين اصلا مفيش حاجه. تمام، بس انا اهم حاجه عندي الدواسه اللي هي تحت الباب بتاع الشقه دي، لازم ان انا انفضها كده واكنس تحتيها، عشان خاطر اللي داخل بقى واللي خارج والكلام ده، فالدنيا بتتبهدل. تمام كده، بس كده هجيب بقى الجاروف والم حبة التراب اللي خرجوا دول، وخلاص كده يبقى انا كده خلصت خلصت الريسبشن، وخلصت انا المطبخ، عملت المواعين مع نفسي، والبوتاجاز كان نضيف كده كده. تمام، فاللي هو خلاص هظبط بس كده الحاجات اللي على الجزامة دي. تمام، بس كده كل حاجة اتظبطت وكل حاجة رجعت في مكانها. طبعا احنا عاملين تنظيف عميقة للبيت من كام يوم، فاللي هو الدنيا اصلا نظيفة، واللي هو كل حاجة مترتبة في مكانها. تمام، هنا بقى كده دخلت المطبخ عشان هجهز غدا. تمام، زي ما انتم شايفين حبة المواعين اللي في المصفى دول هم دول اللي انا غسلتهم.
تمام كده. كان عندي فراخ خرجتها اوراق، خرجتها كده من الفريزر ونقعتها في ملح وخل، تمام، او ملح وليمون على حسب بقى ما انت ما بتستخدمي وكده. تمام. مليت بقى الحله كده ميه واحطها تغلي عشان خاطر ايه، هغسل فيها هسلق فيها الفراخ. تمام كده. هسيبها بقى تغلي مع نفسها وهخرج برا. كان عندي حبة غسيل غوامق كنت لماهم يعني من على المنشر وكده، وقلت بقى ايه ان انا اطبقهم. تمام. قعدت بقى كده مع نفسي والدنيا هادية خالص، قلت بقى ان انا اطبق حبة الغسيل دول. ما كانوش كتار، كانوا حبة قليلين بس كانوا غوامق يعني وكده. فقلت يلا، ما كانش عندي كمان غسيل ان انا ادخله الغسالة وكده. فقلت يلا بقى هقعد اطبق حبة الغسيل كده عقبال ما المية ما تغلى عشان ايه، اسلق فيها الفراخ. الغدا بتاعنا كان عبارة عن ايه، كان هو هسلق الاوراق وهعمل جنبها حبة رز وحبة ملوخية وخلاص على كده، مكنتش هعمل حاجة تانية. تمام. تمام. اللي هو حاجة كده ايه، حاجة كده سريعة وفي نفس الوقت ايه يعني، حاجة اساسية. تمام. احنا عندنا ملناش في الطبيخ وكده. فقلت يلا حبة رز وحبة ملوخية كده والأوراق وهقضي بيهم اليوم. تمام. ويوم يعني وهيعدي. تمام. تمام. قعدت بقى كده مسكت الغسيل مع نفسي كده وقعدت ان انا اطبقه. أه بحب اوي ان انا لما اقعد اطبق الغسيل وانا هادية كده على رواقة. لكن لو في حاجة بقى لخماني وفي حاجة موتراني، لا بصراحة ما بحبش اطبق الغسيل خالص. تمام. تمام كده. في اليوم ده كان عدي كان مش عارفة كان فين. هو تقريبا كان بيلعب عشان كان مرخوم، ما كانش قاعد يعني معايا وكده. تمام. كان مع اختي كانوا بيشتروا حاجات وكده. فاللي هو اصلا كان مرخوم الاول لما كنت باجي افتح الكاميرا بقى واقعد ان انا اصور وكده، كان بيقعد يلف حواليا واللي هو حابب التصوير وحابب ان هو يعمل حاجه والكلام ده. فكان بيلخمني خالص. لكن المره دي كان بيشتروا حاجات. تمام. معلش هنا وضعي عشان خاطر ان احنا نازلين وكده، فكان بيسألني على الكوتش بتاعه. هو لازم الكوتش يبقى بلون اللبس، فبيتعبني اوي في موضوع اللبس. لازم اللبس هو اللي يختاره ولازم الكوتش هو اللي يختاره. شخصيته قوية. تمام. هنا كده بقى المية كانت خلاص كانت غليت، حطيت فيها حباية طماطم وحطيت فيها بصلاية واحط فيها جوز الطيب واحط فيها واحدتين حبهان كده، بس مش هحط حاجة تانية اكتر من كده. تمام. تمام. ومسكت كده الاوراق سقطتها كده في الحله وهسيبها بقى مع نفسها خالص. تمام. الغدا بتاعنا كان سريع، ما كانش اللي هو يعني هيوقف، يعني ما كانش واحد هيطول على البوتاجاز وكده. تمام. اكتر حاجه بحبها لما بدخل المطبخ كده وهو نظيف، رخامه نظيفه، مفيش مواعين، الواحد بيعمل الغدا كده على رواقه. تمام. بمزاج. لكن طول ما في مواعين والدنيا مكركبه والدنيا زيطة كده حواليه، لا الواحد ما بيعرفش اصلا يقف في المطبخ. فعشان كده بقى ايه، الطبق اللي كان فيه الاوراق مسكته كده صبنته، هو الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الطماطم والبصل والسكينه، ونضفت كده كل حاجه حواليا. تمام. هنا كده الغدا كان خلص واتغدينا. ما كملتش ليه تصوير وكده عشان خاطر كان في ناس جت وكده، فمعرفتش ان انا اكمل تصوير. تمام. فوقفت بقى المقطع لحد كده. انا قلت لكم ان انا عملت حبه رز وحبه ملوخيه. تمام. هنا كده ايه، حبيت بقى ان انا اعمل حبة مهلبية. قلت ده الاستاذ عدي هياكل، بما ان هو ما بيشربش اللبن وكده، اللبن ده اللي هو الحليب. فقلت هعمله له بقى مهلبية وكده يمكن ياكل. فللاسف لا، ما كلش برضه، ما حبهاش ولا هي ولا الجيلي ولا الحاجات اللي هي الطرية خالص. تمام. جبت هنا الحليب، حطيت عليه كوباية سكر. طبعا السكر على حسب الاستخدام، على حسب بقى ما انتي بتحبي الحاجة مسكرة، حابة الحاجة السكر بتاعها قليل، على حسب بقى ما انتي حابة. تمام. وحطيت كمان معلقتين نشا. تمام. كله على البارد. تمام. وحطيت كمان معلقة كبيرة كاكاو. طبعا المعلقة هنا اللي معايا عشان صغيرة فانا حطيت منها معلقتين. تمام. بس هو يعني هو معلقة واحدة كبيرة. تمام. ومسكت كل ده قلبته كده على البارد، كله على البارد. تمام.
انا حاسه ان الروتين المره دي حاجه هاديه كده، مفهوش يعني مجهود، مفهوش تعب كتير، بس عشان بقى ما تزهقوش بقى من التنظيف العميق والشيل والحط وكب ميه ومش عارفه ايه. فحبيت بقى ان انا اقدم لكم كده حاجه خفيفه عشان خاطر بقى ايه ما تزهقوش من القناه وكده. تمام. تمام. بعد ما قلبت بقى كل ده على البارد، رحت رافعاه كده على النار. تمام. هديله بقى تقليبتين، ما تسيبهوش بقى كده وتروحي كده ولا كده، افضلي قلبي فيه عشان القوام بتاعه ما يتقلش من تحت ويكتل كده وايه وما يبقاش حلو. تمام. وافضلي اضربي فيه كده بالمضرب عشان خاطر يبقى القوام بتاعه تمام. انا هنا كنت حابه ان انا اوريكم القوام بتاعه، بس انا اتلسعت فما عرفتش ان انا اوريكم القوام. تمام. بس انتوا طبعا شايفين القوام عامل ازاي. تمام. هرفعها كده بقى من على النار، وهصبها بقى في البولات بتاعتي او الكوبايات. هنا كده حطيت عليها قطعة زبدة عشان تديني اللون اللامع ده كده ويديني طعم جميل. تمام. تمام. الكوتش ده كبير مش هتعرف تمشي فيه. تمام كده. وهنا بقى كده كانت قطعة الزبدة كانت بتبدأ ان هي تسيح مع السخونية بتاعة المهلبية. تمام. لو حابة ان انت ما تضيفيش كاكاو وتخليها كده مهلبية بيضة. تمام. عملتها معاكم في كذا، عملتها معاكم يعني تقريبا مرتين، فاللي هو عادي بقى زي ما انتم حابين. تمام. انا حبيت بقى ان انا اغير كده، ان شاء الله برضه هعملها معاكم بطريقة تانية بقى بالبسكوت السادة والكلام ده والفواكه والحاجات دي. تمام. بس هفوق بس كده شوية. تمام. هنا كده بقى بعد ما عبيتها في البولات، نضفت بقى البولات بتاعتي كده او الكوبايات بالمناديل، ودخلتها بقى التلاجة كده واحنا قاعدين سلنا فيها. هجيب بس حبة جوز الهند واحطهم كده على الوش كده زينها بيهم. تمام. وهنا الفيديو بتاعي كان خلص لحد كده. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم الاشتراك في القناة، وكمان بقى لو انتم مشتركة ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت في اخر الفيديو. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله، ومع السلامة.